قبل ما نتكلم في اي حاجه، الافلام اللي هقولها لكم دي مش وثائقيه. ممكن يكون في جزء وثائقي بسيط فيها، بس هي مش وثائقيه. يعني مثلا فيلم روبرت باجيو، الفيلم ده جايبين ممثل عامل روبرت باجيو. خلاصه الكلام الافلام دي فيها قصه، تمثيل، دراما، هتتبسطوا يعني. لو جاهزين يلا بينا. واول فيلم معانا فيلم اسمه بيليه. طبعا الفيلم باين من عنوانه بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن واحد من اساطير كره القدم، بيليه. واللي ما يعرفش بيليه اسطوره ليه، انا هقول له ليه. بيليه اللاعب الوحيد اللي فاز بكاس العالم 3 مرات. فالفيلم بيحكي عن يلا يا عم الحاج، احنا قاصين لبخه في الكلام، قاصين لبخه. فالفيلم بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن عندليب الكره الاسمر، اللاعب البرازيلي اللي ما فيش منه اتنين. طبعا انتوا عارفين طبعا اي لعيب برازيلي بيبدا حياته بينزل من بطن امه، اول حاجه بيعملها في الدنيا ايه؟ بيلعب كوره، نجم، مهارات. فالفيلم هنا بيحكي عن 12 سنه في تاريخ بيليه، من ايام ما كان مراهق شاب برازيلي بيلعب كوره لحد ما بقى بطل قومي برازيلي ومعاه 3 كاس عالم. قصه كفاح يعني. خش اتفرج على الفيلم وهتتبسط. وتاني فيلم معانا فيلم اسمه روبرت باجيو، ذا دايفنج بوني تيل. طبعا اللي فات كان قصه نجاح، دي بقى قصه فشل. طبعا الفيلم باين من عنوانه بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن روبرت باجيو، اشهر بوني تيل في الساحره المستديره ومسيرته الكرويه اللي كلنا عارفينها. وطبعا كلنا عارفين قصه ضربه الجزاء الشهيره، والعباره طبعا اللي كلنا عارفينها: باجيو مات واقفا. فالفيلم ده بيحكي مسيره روبرت باجيو. الراجل ده كان عنده 18 سنه، كان بياخد اعلى راتب في العالم. جات له اصابه دمرته، قال لك والله لا العب. لعب كاس العالم، ضيع ضربه جزاء، فقال لك لا بقى انا هعوض ده بقى والعب كاس العالم اللي جاي، هعوض اللي فات ده كله. جات له اصابه بهدلته ودمرت بقى ايه مسيرته خالص، فاصلا ما لعبش كاس العالم اللي قال هيلعبه ده. فالفيلم بيحكي لنا مسيره روبرت باجيو المأساويه، وبينتهي بقى بدعم من اصحابه والناس كلها. فاللي الفيلم بقى عايز يوصله ان مش معنى ان انت ما حققتش الحاجه اللي انت عايز توصل لها في الحاجه اللي بتعملها، لا انت في حاجات كتير قوي كسبتها انت مش واخد بالك منها. كمثال روبرت باجيو كسب حب ايطاليا كلها، كسب الناس كلها، الناس حبت الراجل ده ككره القدم، بقى ايقونه. عمل ايه؟ ما عملش حاجه، ما خدش كاس العالم مع منتخبه، بالعكس ده ضيعهم. بس الراجل ده الناس كلها بتحبه وما زالت فعلا بتحبه. فالفيلم ده هيعجبك كجزء دعم للشخص ده، ان انت لو فشلت في حياتك، لو عايز تفشل يعني، هتلاقي ناس بتحبك كجزء من الحاجات دي. الفيلمين اللي جايين معانا بيتكلموا عن التراس كرة القدم، وطبعا اغلبية اللي بيتفرجوا علينا مشجعين كرة القدم، اكيد مفيش لعيبة يعني، فاكيد الافلام دي هتعجبكم جدا لانها بتتكلم عننا. واول فيلم معانا فيلم جرين ستريت هوليجانز. الفيلم بيتكلم عن واحد خلص دراسته في جامعة هارفارد، وحاجة بنت ناس قوي يعني. فالمهم خلص دراسته فبيرجع لاهله في انجلترا، حاجة بنت ناس برضه. اللي حصل بقى ان هو لما رجع دخل نفسه في حوارات ومشاكل وحاجة مش بنت ناس خالص. فالحوارات دي لها علاقه بان هو بينضم للالتراس، وطبعا كلنا عارفين فكره الالتراس بيبقوا عباره عن مجموعه شباب بيكونوا رابطه عشان يشجعوا النادي اللي بيحبوه. ففيلم زي كده ممكن ما يكونش عندي كلام كتير عنه، على قد ما انت هتعيش فكره الالتراس والاحداث اللي بتحصل منهم، سواء هم بيشجعوا النادي او بيهتفوا ضد النادي. فاي حاجه هتيجي في دماغك عن فكره الالتراس هتلاقيها في الفيلم ده. ده غير ان الفيلم بيرمي تحديدا على جماهير الرابطه الانجليزيه، زي يد ارمي فريق توتنهام، وزولو ووريرز فريق بيرمنجهام سيتي، وريد ارمي فريق مانشستر يونايتد. ففيلم حلو جدا وهيعجب كل اللي بيحبوا الكوره والسينما. والفيلم الثاني بقى اسمه التراس. ده بقى فيلم ايطالي بيتكلم برضو عن الالتراس واحداث شغب بتحصل ما بين مشجعين كره القدم في نابولي. فلو انت بتحب الكوره والسينما وبتحب تتفرج على الافلام اللي باللغه الايطاليه، فانا متاكد ان انت هتحب الفيلم ده. فالفيلم ده بيحكي عن واحد اسمه ساندرو. ساندرو ده كان زي ما تقول كابو التراس نابولي القدام. فبينشق عنهم مجموعه من الشباب الصغير اللي هم عايزين يعملوا شغب لمجرد الشغب وخلاص، احنا عايزين ناخد حقنا من مين؟ من مشجعين روما. فالمشجعين القدام مش عايزين يخلوا الشباب يفكروا بالتفكير ده. فوانت بتتفرج على الفيلم بتشوف احداث الفيلم من وجهة نظر ساندرو، فبتشوف الصراع بين الالتراس الناس القديمه وتفكير الشباب الجديد اللي عايز يعمل شغب لمجرد الشغب. ففيلم بصراحه جميل جدا وهيعيشك فكره الالتراس، وقفلته مش متوقعه. والفيلم الخامس معانا فيلم اسمه ويل. فيلم بيتكلم عن ولد يتيم ورحلته الاوروبيه، وهو رايح يشوف نهائي التشامبيونز 2005 اللي كان ما بين ليفربول والبيج ميلان. طبعا الواد مش مصدق بقى ان هو راح يشوف نهائي تشامبيونز، فريق ليفربول فريقه المفضل، ولحظه كده اي حد نفسه يعيشها. فالفيلم بقى يقوم بايع لنا ان دي قصه مأساويه واراده طبعا باينه جدا يعني. طفل يتيم ورحلته الاوروبيه ان هو راح يشوف فريقه المفضل، مأساة جدا يعني. فالحمد لله. المهم انت لو مشجع ليفربولي صميم قبل مجانين المو صلاح، انت اروع من رمسيس، انت اكبر من نمرتتي، انت اروع من خوف وخفرع ومنقرع، انت في كلمه محمد واسمك صلاح. فهيعجبك الفيلم. ولو انت بقى بقيت ليفربولي بعد المو صلاح وبقيت من حواري ليفربول، هتعمل نفسك ان انت حبيت الفيلم، وانت اصلا كل معرفتك بجيرارد ان هو اتزحلق من الضحك وكان سبب في خساره الدوري. فخش شوف اسطورتك يا بيه عمل ايه في البيج ميلان.
والفيلم السادس معانا فيلم اسمه جول. الفيلم ده بيتكلم عن لعيب كوره مكسيكي، واد لعيب كده بيضحك كوره، بيرسم كوره، مكنه اهداف. الواد الحته ده بقى اسمه سانتياجو. عمل ايه بقى سانتياجو ده؟ هرب من المكسيك على امريكا. وطبعا مصطلح هرب هنا يعني سافر بطريقه غير شرعيه، زي الرجاله اللي بتروح ايطاليا من عندنا هنا عوم، ومحدش فيهم فكر يروح يلعب ساعتين كوره في اي ملعب نجيله فيقفشوه في اي نادي ايطالي، وهو يعمل لنا قصه نجاح وكفاح حتى نعمل فيلم عنه نحكي ونتحاكى بيه. المهم نرجع لصاحبنا المكسيكي الولا سانتياجو اللي هرب وراح امريكا هوب هوب لحد ما وصل للدوري الانجليزي ولعب له ساعتين الكوره. فقابله واحد فشافه وشاف فيه النجوميه، فقال له بقول لك يا نجم الجيل ايه رايك في نيوكاسل؟ فقال له فريق كبير ده هنا يعني؟ ما هو فلاح مكسيكي بقى مش عارف. فالراجل قال له طبعا يا نجم توب فور يا نجم الجيل. ومن هنا بقى مسيرته الكرويه بتبدا تشوف النور. فاحنا كمان عايزين نشوف النور بقى، فخش اعمل لنا لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، نورنا كده. واخيرا في افلام كتير طبعا اتكلمت عن الكوره انا ما اتكلمتش عنها، فلو في افلام تانية انتوا شايفين انها المفروض تبقى معانا في الليسته اكتبوها لنا طبعا في الكومنتات، وقولوا لنا حابين نرشح لكم ايه تاني. واحلى مسا على كل الناس الكرويه السينمائيه اللي معانا واللي هتبقى معانا بعد كده. سلام.